يا صباح الخير. ازيكم. اختاروا واحد من الكارتين وتعالوا نعرف ايه هي القصة اللي بتعبر عنكم دلوقتي. مجموعة واحد الكارت ده، مجموعة اتنين الكارت ده. وقفوا بقى الفيديو واختاروا على لكم. احنا دلوقتي هنبدأ مع مجموعة واحد. مجموعة واحد، القصة دي غريبة قوي. بتحكي عن انه البنت دي كانت متهددة من خطر ما. كان في حد عايز يخطفها، فأخوها عمل حواليها خطوط حماية كده، زي طقس حماية يعني. وكانت الخطوط دي جزء من انها ما تخطيش برا. ولو انتوا شايفين في طائر، هو مش موجود يعني، مش مذكور في القصة خالص. طائر بصوا مستخبي وسط ال الخضرة كده، مش باين. بس اعتقد ده جزء من الحماية يعني اللي كانت عليها. الغزالة دي برضو ما ذكرتش، ما ذك... او ذكرت يعني، ذكرت بشكل طفيف قوي. المهم انه قال لها ما تخطيش بره الخطوط دي عشان تفضلي بخير. وهي فعلا فضلت جوه الخطوط وما خطتهاش. قام جه الشخص اللي عايز يخطفها ده من بره الخطوط كده، وقال لها ان هو عايز اكل. فهي ما خرجتش بره، لكن هددها بعدها ان هو هيلعنها لو هي ما خرجتش. فاضطرت ان هي تخرج، وساعتها خطفها. ايه مجموعة واحد، ايه القصة دي؟ ايه القصة دي؟ اول مرة تخرج معايا من ساعة ما جبت جدك من كتير قوي. فانتوا ايه القصة الغريبة دي؟ بيقولك هنا what is it that is tempting you beyond reason? Are you putting yourself at risk? Do you feel safe? Are others setting up? الآخرين يعني بيتعدوا حدودك؟ You are safe، ده المانترا بتاعت القصة. You are being watched over. Your angels speak to you and plan the best course of action for you. ملائكتك بيحموك وبيعدوا لك أفضل سيناريو من الأحداث عشان تحصل لك. انت بقى سيبك من الحدود والكلام بتاع الحدود ده، بس ممكن يبقى ايه القصة دي اولها من اخرها؟ ايه الخطر اللي انت بتتعرض له يا مجموعة واحد؟ مجموعة واحد، ايه الخطر اللي انت بتتعرض له؟ بسم الله.
عقلك، من عقلك. من عقلك، ثواني كده. ده الكارت ده للناس اللي ما بتعرفش طارو انا بنسى. تلاعب ما، حاجة مستخبية هنا كده زي الطائر ده، بس انا مش حاسة الطائر ده مرعب او مخيف، انا حاساه بيحميك. دول الطير او الملايكة او السبيريتس او الطاقة العليا عموما. فالتلاعب ده جاي من مين؟ مين الساحر اللي عايز يخطفك؟ افكارك، عقلك. في حاجة، في اكتر من حاجة. عقلك وحاجة تانية. طب عقلك وايه تاني؟ على فكرة عقلك. ليه بقى؟ لانه بص هنا، شايف الموجات بتاعت الصوت، سيوف هنا، يعني اسير، يعني صوت، يعني افكار، يعني افكار بتعمل مشاعر وتضاربات في المشاعر بنت لذينة. والاصوات دي شايف هي نفس الاصوات، يعني ممكن. بس ده يقولك حاجة، ده يقولك ان انت تفكيرك قوي جدا، يعني تفكيرك ممكن يكون هو الساحر اللي عايز يخطفك، وممكن يكون هو الحماية، طير. والله بجد، فعلا. ف واضحة الرسالة جدا، واضحة الرسالة جدا. انا ما عمري ما هقراها بالشكل الخارجي يا جماعة. مفيش خطر خارجي غير من دماغك انت. ولو في حاجة مضايقاك من بره، فاعرف انه بسبب كده، بسبب افكارك، بسبب ان انت بتتلاعب على افكارك، بتتلاعب على نفسك، بتتعب نفسك، بتدخل لنفسك مشاعر من افكارك قوية جدا وعاصفة جدا، مخاوف مثلا وما الى ذلك. ولو بتسمع باقي الاوديوز اكيد انت عارف القصة دي يعني. تمام. مش جنبي غير كتاب لحظات من سعادة، لحظات من سعادة عابرة. فهقرا لك منه كوتيشن كده كرسالة كده مع القصة. يا مجموعة واحد، ايه هي الكوتيشن المناسبة للقصة العجيبة الغريبة بتاعتكو دي، اللي يعني تديكوا إلهام ما عن الرسالة والإرشاد اللي القصة دي عايزة توصله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وقعت على هنا. عندما يعود شخص ما إلى وزنه السابق في أيام قليلة، بعد أن تخلص من عدة كيلوغرامات وفق نظام غذائي شديد القسوة، سبق لي أن مارسته باهتمام لبعض الوقت، ثم كالمعتاد توقفت. يا ربي، والله العظيم الرسالة جاية بالظبط. النظام الغذائي ده اللي هتخسر فيه عدة كيلوغرامات هو عبارة عن التفكير الصحي، عبارة عن الإنصات لصوت. هي دي الحماية لصوت عقلك الروحي، عقلك المعافى. ساعتها هتخسر كيلوغرامات
ضارة من وزن عقلك وساعتها مش هيكون في خطر انه الساحر يجي يخطفك يا مجموعة واحد. طاقتكم جميلة او قصتكم جميلة وعجيبة وغريبة. خلينا دلوقتي نروح لمجموعة 2. يا مجموعة 2، الست دي انا عارفة قصتها كويس، عارفة قصتها كويس. الست دي اتجوزت غصب عنها راجل مفتري. ف الراجل ده هي خلفت منه مش عارفة 100 ولد باين او حاجة زي كده. بس طول عيشتها معاه وجوازها منه فضلت مغمية عينيها كده، يعني اعتراضا، اللي هو انا معترضة ان انا اتجوزت الراجل ده رغم ان هي خلفت منه. والمشكلة بقى ان هي بعد ما خلفت منه ولاده عاشوا فسادا في البر والبحر. فانا مش عارفة بصراحة هي المفروض تحزن على جوازها من الراجل ده ولا من على ال الفساد اللي هم عملوه بعد جوازها منه. تعالوا كده نبص على المانترا اللي في الكارت، يمكن تدينا اي الهام. Are you hurting yourself to punish someone else؟ انت بتأذي نفسك عشان تنتقم من حد تاني؟ يعني هي فعلا، يعني انت لما تغمي عينيكي علشان طب ايه يعني؟ ايه اللي عملتيه غير انك اذيتي فعلا نفسك يعني؟ Are you choosing to play victim? Nothing willing to see about yourself. ايه اللي انت مش عايز تشوفه في نفسك او في الموقف اللي انت فيه؟ Are you trying to gain sympathy by disempowering yourself؟ بتقلل من قوتك وفي المقابل بتحاول تصعب على حد او تسيطر يعني ايه يعني عارف اللي هو مسكنة، يعني حاجة مسكنة كده. مسج ده، بص الكارت ده المسج بتاعته مختلفة، كل كارت فيه مانترا كده، لا ده مختلف. You must re-evaluate path that you are walking on. There is another way, a nicer, happier way. انت المفروض ان انت تجدد المنهج او الاسلوب اللي انت متبعه حاليا في طريقة ألطف، في طريقة أسعد. Introspection might bring some painful realizations, but it will lead you on to great success. الإدراك ده ممكن يكون مؤلم في الأول، لكن هو في النهاية اللي هيجيب سعادة بالغة. ايه الأسلوب تعالوا كده نستوضح بسرعة، مش عايزة أتعمق. يا مجموعة 2 جدد الطاقة كده، دي طاقة مجموعة 2، قصة مجموعة 2. بسم الله. يا مجموعة 2، ايه الأسلوب اللي بتستخدمه الصعب ده، اللي بيوازي ان انت مغمي عينيك وبتضغط بالطريقة دي على الموقف، على نفسك، على الآخر؟ ايه هو الأسلوب ده؟ لخص كده كارتي، يلخص لنا الأسلوب ده كده. بسم الله.
طلعوا 2. ده اسلوب الدبدبة على الارض ده. لا، عارف اللي هو خد يا ابني يا ابني خد. لا. بص قاعد عامل ازاي، انا الواد ده بيغيظني اوي في الكارت ده. وبص اصلا اللي بيتقدم لك هنا ايه، شايف؟ حاجة الهية مش ايد بني ادم. انت رافض تحول، ما رافض تحول، وخصوصا تحول يخص البعد الرابع. الزمن عاوز يفك نفسه فيك بشكل او باخر، بس انت رافض ده. طيب الكارت التاني اللي طلع، في حد يرفض الامبرس؟ في حد يرفض الامبرس؟ ايه اخر حاجة، ايه تحديدا في الامبرس؟ يعني ايه اللي رفضه من روحك؟ ايه اللي رفضه من روحك؟ الخلاص. judgment. روحك عايزة تخلصك من شيء ما، وبتقولك خد يا ابني، والله والله سخنة وبسمسم. مش عارفة بصراحة ايه اللي الموضوع كده يتعمق جدا، بس judgment يعني هتخلص. عارف لما بيقولوا كده بالبلدي هتفوق، في حاجة هتفوق منها. آه، وانت رافضها. حاجة هتفوقك، بس انت ايه، رافضها. مش عارفة، عندي فضول اكمل. طب ايه ممكن نعرف ايه هي الحاجة دي يعني، ولا هتختلف؟ اسأل بس السؤال ده، شوف الإجابة هتطلع لي ايه. ممكن نعرف ولا لأ؟ ممكن. طيب ممكن اعرف ايه هي الحاجة دي؟ ريح نفسك. انت ايه، انت فعلا بتحاول ان انت تعمل حاجة معينة، بتحرق نفسك عشان تعاقب حد فعلا؟ يعني بتحترق، بتعمل حاجة فعلا عشان تعاقب حد؟ ممكن. ريح نفسك، ريح نفسك، واتصل اتصل. ريح نفسك من افكارك، وخد الاسترخاء ده، مش استرخاء، ال... انتبه للتواجد الروحي اللي موجود حواليك، وبمعنى ادق ده جواك. ما مفيش حاجة موجودة حوالينا على قد ما هي موجودة، كل شيء موجود جوانا. فانتبه للصفاء الروحي والإلهام الروحي اللي روحك عايزة تقدمه لك. تمام، ده في حالة. في بقى حاجات تانية كتير يا جماعة. في حالات ممكن تكون مرهق، عامل يعني بص الشمعة مش هتشوفها، بس أكيد شايف انعكاس ضيها باين مثلا، تتحرك جامد. ممكن تكون جازز على نفسك قوي في شغل، في حاجة، في زعل، حتى زعلان من حد قوي لدرجة بتعاقب فيها نفسك. مش يعني في الحقيقة بتعاقب نفسك، مش بتمارس زعل من الشخص يعني. مفيش حاجة اصلا مستاهلة ان انت تزعل من حد كده. استرخي وتنفس وغمض عينيك. عارف ام كلثوم؟ ثم اغمض عينيك حتى تراني في هذه ليلتي. غمض عينيك واسترخي كده واستهدف الله زي ما بيقولوا، عشان تشوف روحك، عشان تشوف تسامح وحب وجمال روحك. اقرالك من الكتاب لحظات من سعادة عابرة. نشوف كده ايه المسج يا مجموعة 2 المناسبة لحالة قصتكم دي. يا رب تكون ملهمة وصائبة يعني. بسم الله.
ايه ده كل الكلام؟ بص 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 الكتاب ده، بص في العادة، بص هتلاقي، شايف؟ هتلاقي في العادة الحاجات ممكن يعني الكوتيشنز اقل، حجمها اقل، شايف؟ بص بص بقى انت طالع لي ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ بص انت، اهو ده نوع من الاحتراق، يعني في مولد شغال جواك. طب انا اختار ايه ولا احط ايدي؟ انا هحط ايدي على احط ايدي كده، اغمض عينيا واشوف كده، هقرا من اول النقطة للنقطة. يخاطرون بعدم رؤية الإشارة، يا الله. يخاطرون بعدم رؤية الإشارة عندما تضيء بالأخضر في كل الأحوال. ستطلق السيارات أبواقها من خلفك وأنت ستنطلق، ستكون أول من ينطلق أو بين الذين كانوا يحتلون المقدمة، وأمامك فقط دراجات بخارية كدراجتك. السيارات كلها تأتي في الخلف، وعندما ينظر راكبو السيارات ناحيتك وهم يتأففون، رد إليهم بنفس النظرة ببرود وثقة، ثم أعقبها بإيماء لائقة أن ينزلوا زجاج النافذة. السيارات دي وحياة أمي الأفكار ووجع القلب والسم اللي عمال يضايقك بخصوص الموقف ما، انت مش شايف الإشارة. بص خاطر يعني لا يمكن جملة، لا يمكن. السيارات دي كل شيء بيهاجمك، كل شيء انت المفروض تتعامل معاه، تديله نظرة برود وثقة كده، اللي هو وبالأحرى ثقة، اللي هو كارت حتى ستار طلع لك عشان كده، اللي هو خليك واثق في رحابة ووسع روحك، وخد الإشارة يا ابني، والله سخنة بسمسم والله. و... و... وبلاش تغمي عينيك من فضلك، من فضلك. شكرا يا مجموعة 2، شكرا يا مجموعة 1، اشوفكم في قرايات تانية ان شاء الله.